حبايبي النهارده هنعمل مع بعض بقى القرنبيط بطريقه جميله جدا جدا وطعمه رهيب قوي، هيعجبك قوي. شايفه شكله عامل ازاي؟ وتحفه بجد. وعايزه اقولك من بره كريسبي خالص، مقرمش، ومن جوه طري وجميل جدا. وعملت عندي بقى الزيتون حطيته معاه، يعني قدمته معاه. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، يا ريت تفعلوا الجرس عشان اي حاجه انا اعملها توصل لكم على طول. دلوقتي انا هنسلق مع بعض القرنبيط الاول قبل اي حاجه. انا جبت كده قرنبيطه حلوه اهي، زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. تقدري على فكره ان انت تعملي القرنبيط ده وتخزنيه كمان في الفريزر، هقولك برضو ازاي. وكل خطواته سهله جدا وبسيطه. تمام. انا طبعا مش هعمل القرنبيطه دي كلها لان دي طبعا كبيره عليا جدا، بس انا هسلقه معاكم وهخزنه في الفريزر، ولما تطلعيه هيبقى تحفه قوي وجميل جدا جدا. تمام. هنا كده انا جبت القرنبيطه دي وهقطعها بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده، وردات وردات كده ايه لوحدها. هسلقها بالشكل ده، بس انا لما اجي استخدمه هوريكي برضو انا هعمل ايه. انا حاطه الميه على النار بتغلي، حاطه فيها عصره فيها ليمونه، وحاطه فيها معلقه ملح. مش حاطه فيها اكتر ولا اقل من كده اهو. هسيبها بس تغلي على ما انا اقطع القرنبيطه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه، الوردات دوت ايه قدامك كده اهو. وبعد كده هاخده بقى لما الميه تغلي واسلقه. بصوا الشكل ده حطيته، طبعا كانت الميه غليت معايا زي ما انتم شايفين، هي اصلا بتغلي اهي. ومجهزه مصفى كده في الحوض. حاطه تحتيها طبعا طبق. بصي انا اديته نص سلقه، يعني هو طالع من الحله مش مستوي، هو يعتبر ني. لان طبعا احنا لما ندخله الفريزر التلج بيطريه، فلما تطلعيه مش هتحتاجي انت تسلقيه تاني. تمام. لكن لو سلقتيه سوا كامل هتبصي تلاقيه اتهرى معاكي لو شلتيه. فانت تعملي كده، يا دوبك تحطيه في النار، في الميه ولا ايه سوري، وياخد غلوه كده واحده، وتروحي مطلعاه على طول تحت الحنفيه زي ما انت شفتي بالشكل اللي انا وريتهولك دوت. هنا كده بقى هنعمل الخلطه بتاعته. عندنا ايه؟ معلقه بابريكا، معلقه كمون كبيره، معلقه كزبره ناشفه، معلقه ملح، معلقتين من النشا، معلقه بيكنج باودر، معلقه توم باودر، معلقه كاري، ومعلقه كركم. المكونات دي كلها مع بعضها كده بتديكي طعم تحفه قوي قوي قوي. انا مش حاطه معاه بصل خالص، ولا بودر ولا بصل عادي. تمام. هنا كده هحط عليه بقى بيضتين، وتقدري تحطي بيضه، تقدري تحطي 3، بس انا بكتفي بالبيضتين بحسهم بيبقوا مظبوطين. ومقطعه هنا قرن فلفل وطماطميه صغننين جدا 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 جدا، يعني بصي هما يعتبر مهروسين كمان. اوكي، عشان بس ما يعملش، ما يبانش معايا، بس بيدوا طعم تحفه. قرن الفلفل ده حامي. ومعاهم معلقه توم كبيره مهروسه طبعا. هنزل بقى بكوبايه اللبن كده عليهم، وايه، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما ادوب التوابل كلها، ما تبقاش فيها اي حاجه خالص، مش اتقلبت معاها كلها. الخلطه دي يا جماعه رهيبه جدا جدا جدا. انا عندي هنا كوبايه دقيق، انا مش هضيفها كلها طبعا، انا هضيفها بالتدريجيه لحد ما الاقي القوام اللي هو السائل دوت يعني بقى قوامه مظبوط معايا خالص. مش عايز تاني ان انا ازود له حاجه ولا ان انا اخففه. لو عايز دقيق هحط له، مش عايز خلاص يبقى انا اكتفي بالنص كوبايه اللي انا حطيتها. لان في ناس بتحط كوبايه ونص، ده بيبقى تقيل جدا، مبيبقاش حلو، وبتحسي ان القرنبيط بتاعك بيبقى مليان عجين. مش بتقدري يعني تستمتعي كده بطعم القرنبيط ذات نفسه. اوكي. وهنا بقى عندنا الخضره بتاعتنا، نص حزمه من الشبت، ونص بقدونس، ونص اللهم صل على النبي، ايه، كزبره. تمام. خرطناهم برضو صغنن او زي ما انتوا شايفين، وحطيناهم كده عليها. ده برضو بيتقلي القوام اكتر، فانا بلاش ان انا احط دقيق كتير. كده القوام خلاص بتاعي بقى مظبوط خلاص معايا. بصي بقى، في ناس بتاخد القرنبيطه كده الورديه ذات نفسها سليمه، وتحطها في قلب البتاع دي وتشيلها على طول على الطاسه. انا بصراحه مش بحب كده، انا بحب اقطع القرنبيط بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو قدامك، يعني بيبقى مبطط، ما بتبقاش الواحده كده كبيره ومدوره، لا، ببقى مقطعاها مرققاه كده اهو اتنين، فبتبقى الواحده معايا مبططه. وبعد كده بحط كل القرنبيط ده، الوردات دي كلها في قلب الخليط زي ما انت شايفه كده قدامك. حتى لو في وردات صغننه او الكلام ده، ده كله هيتلم معايا مع الخلطه لما تشوفي انا هعمل ايه دلوقتي قدامك.
بصي انا كده حطيته بقى كله خلاص، هقلبه بقى كده كله في قلب الخليط اللي احنا عملناه. ما تستغربيش الطريقه، بس عايزه اقول لكم حلوه جدا، وفي الاكل كمان بتبقى سهله كده على الواحد، والقرنبيط كله بيكون مستوي وبيكون مظبوط. احنا تمام. حاطين بقى الزيت على النار وسخنته كويس، رحت بقى نازله عليه كده، تاخدي بالمعلقه زي ما انت شفتي قدامك اول واحده انا عملتها، وتحطي لحد ما ياخد لون وتقلبي على الناحيه التانية. عايزه اقول لكم بجد ريحته كانت جميله جدا قلب المكان، وطعمه كان روعه قوي قوي قوي. خطير بجد، لازم ان انت تجربيه عشان هيعجبك جدا. الطريقه دي سهله جدا وبسيطه قوي. ولو في اي نوع توابل مش متوفر عندك خلاص ممكن تقدري ان انت ما تحطهوش، بس اساسي في وصفتنا الكمون والكزبره الناشفه. وبصي انا قطعته قدامك اهوت، من جوه مستوي ومن بره مقرمش، بجد رهيب. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتك، واشوفك في فيديو جديد بوصفه جديده.